هو انضمام مصر للبريكس هيكون ليه اي تاثير على سعر الذهب ولا لا؟ وايه المتوقع ان هو يحصل في خلال الشهور اللي جايه؟ معاكم محمد طلعت وده مستر ماني. بص، الفيديو النهارده هيكون شويه دردشه رايقه كده عن شويه احداث هتحصل الكام شهر اللي جايين، وفي الاغلب الاحداث دي هيكون ليها تاثير مباشر على سعر الذهب في الفتره اللي جايه. مبدئيا كده الواحد كان بيتعمد احيانا ان هو يوضح للناس الصوره الكبيره للقصه كلها، اما قرار الشراء من عدمه فده بيكون راجع لكل شخص حسب ظروفه واحتياجاته في الوقت اللي بيكلمني فيه. فلما السعر رفع الايام اللي فاتت ما كانش فيه سبب واضح غير ان هي مضاربات من ناس تقيله في السوق، وعشان كده سيبنا القرار مفتوح للناس اللي شايف وفاهم ان الذهب استثمار للمدى البعيد، فمش هيفرق معاه فرق ال 100 او ال 200 جنيه اللي بيحصلوا في السعر دول، لانه مستني من استثماره ده فرق سعر اكبر بكتير في المستقبل، ومحتاج كمان ان هو يحافظ على قيمه الفلوس وهو بيحاول يستثمرها في الذهب. تاني نقطه انه حاليا في 4 احداث متوقع ان هم يحصلوا، حابب اوضحهم لك قبل ما تشتري الذهب. اول حدث هو مراجعه صندوق النقد الدولي للشروط اللي فرضها على مصر عشان خاطر يستكمل القرض بتاعه، واللي كان شرط اساسي منها هي مرونه سعر الصرف في البنوك. وطبعا الموضوع ده ضبابي جدا لانه ماشي بسياسه سيب ونسيب، يعني صندوق النقد مش هيدينا باقي القرض الا لو حصل تعويم او تخفيض تاني في قيمه الجنيه، وفي نفس الوقت لو حصل تخفيض او تعويم تاني في تكلفه كل الخدمات والسلع هتزيد بشكل مخيف. وطبعا الدهب هيكون على راس الحاجات اللي بتزيد لان هو بيتسعر بالدولار، وسعر الدولار قصاد الجنيه هيزيد، فاول نقطه تعتبر في صالح الدهب. تاني حدث هيكون في شهر نوفمبر، وهو انتهاء مبادره زيرو جمارك واللي بدات في شهر 5 اللي فات، واللي سمحت للمصريين اللي جايين من بره ان هم يدخلوا الذهب بتاعهم بدون دفع اي جمارك، بس كنت بتدفع 14% قيمه ضريبه مضافه على الذهب او المجوهرات الذهبيه اللي بتيجي معاك من بره. والموضوع ده بيخلق توازن ما بين العرض والطلب في السوق وبيساهم في استقرار الاسعار، وانا شايف انه في الاغلب هيحصل تجديد للمبادره دي تاني من الحكومه، لان لو ما اتجددتش الطلب على الذهب هيبتدي يزيد من تاني، ويبتدي السعر ان هو يزيد بشكل متسارع جدا زي ما حصل قبل كده. والذهب عموما هو ثروه قوميه، كل ما بيزيد في اي بلد فده ما بيزعلش اي حد، بل بالعكس بيكون في صالح البلد دي. وحابب اقول لك انه في الهند البنك المركزي الهندي بيمتلك حوالي 800 طن من الذهب، بينما الشعب بيمتلك في رينج 26000 طن من الذهب، يعني اكتر من اكبر بنك مركزي في العالم بيمتلك ذهب وهو البنك الفيدرالي الامريكي، واللي بيمتلك 8000 طن من الذهب. الذهب ثروه قوميه وممكن يكون مفيد بشكل كبير جدا، خصوصا في وقت الازمات، حتى لو الذهب ده كان مع الشعب. الحدث الثالث والاهم هو استحقاق شهادات ال 25% في شهر يناير اللي جاي في مصر، وده هيضخ سيوله كبيره جدا في السوق، جزء كبير منها هيخش في شهادات تانية هتتعمل بعائد اعلى، وجزء مش قليل برضه هيخش في الاستثمار في الذهب، وده هيسبب زياده في الطلب على الذهب وبالتالي هيسبب زياده في السعر. الكلام ده بالنسبه للاحداث المحليه، اما بالنسبه للاحداث العالميه فهنتكلم على الحدث الرابع واللي مهم جدا ان انت تفهمه، وهو ان رفع الفايده في امريكا على وشك ان هو ينتهي في شهر 11 اللي جاي، والكلام ده على حسب تصريحات محافظ البنك المركزي نفسه جيروم باول. واقصى رفع الفايده هيحصل في امريكا هيكون 4% في كل اجتماع من الاجتماعين الجايين للبنك الفيدرالي، واللي هيتعملوا في 20 سبتمبر وفي 1 نوفمبر اللي جاي. وليه دايما انا بقول لك ان رفع الفايده ما ينفعش يستمر اكتر من كده او يوصل لاكتر من 6%؟ ده الحقيقه محتاج فيديو لوحده، لكن يكفي ان اقول لك دلوقتي ان اكتر متضرر من رفع الفايده للمستويات العاليه بالشكل ده هو امريكا نفسها. فاول ما الفايده تثبت خليك متاكد ان سعر الذهب هو اول حاجه هتتفاعل بشكل ايجابي مع الثبات ده، وهيبتدي ان هو يزيد بشكل متسارع. مش هكلمك النهارده عن اسعار وتوقعات لاني بعتبر الفيديو ده فيديو دردشه مع صحابي واخواتي، ولكن هنصحك انك لو عايز تشتري في الوقت حاليا ممتاز للشراء، ولو معاك ذهب فاوعى تفرط في الذهب اللي معاك في الشهور اللي جايه دي. ولكن حاول وانت بتشتري ان انت تحاول تقلل تكاليف المصنعيه قدر الامكان، سواء ان انت هتشتري سبائك او ذهب مستعمل، او الاختيار الثالث هو انك تخلي اي حد قريبك يشتري لك ذهب من بره وهو نازل مصر، خصوصا لو الاسعار عنده ارخص من هنا ومن الاستغلال اللي بيحصل من التجار. وربنا يوفقكم ويرزقكم جميعا. بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، لان الموضوع ده بيفرق معايا جدا ان انا اكمل. وشكرا ليكم، سلام.